عمركم شفتوا بنت كانت جميلة قوي بس هي شايفة نفسها مش حلوة وتقعدوا تقولوا هي ازاي بتقول كده، دي جميلة جدا؟ طيب تعالوا بقى اقول لكم ده بيجي من ايه. اولا حكمك الخاطئ ده معايير خطأ عندك، وكمان البنت اللي بتشوف نفسها احيانا كتير مش حلوة برضو دي معايير خاطئة عندها. يعني ايه؟ يعني ده بيجي من حاجة اسمها المعتقدات الاساسية. المعتقدات الاساسية دي هي حاجات اتكونت كده عندنا من واحنا اطفال. يعني وانتي طفلة حد هزر معاكي فقالك ايه ده انتي شعرك منكوش ليه رغم ان هو كيرلي، او حد هزر معاكي قالك ايه ده انتي شقرة قوي انتي سمرة قوي، فوانتي طفلة اتكون عندك ان دي حاجة وحشة وان الحلو هو اكيد العكس تماما، او تعرضتي لنوع من التنمر او اي حاجة كونت عندك الاعتقاد ده. والحقيقة ان المعتقدات الاساسية دي بتبقى من اخطر المعتقدات، عشان كده ممكن جدا تكوني جميلة بس بصة لحاجات معينة عشان متكون عندك معتقد عنها خاطئ فتفتكري نفسك مش جميلة، ومن هنا اصلا الناس هتشوفك مش جميلة، لان الناس هتشوفك بالطريقة اللي انت بتفكري بيها وهتجذبي الناس اللي شبه تفكيرك. فمهم جدا ان انت رأيك على نفسك يبقى كويس، وان انت تبقي واثقة دايما من نفسك ومن شكلك ومن جسمك ومن كل حاجة، وتعرفي فعلا ان انت جميلة. طيب ده يحصل ازاي؟ هقول لكم كام ستيب كده سريعين قوي 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 هيقولوا لكم ازاي تبداوا تشوفوا نفسكم جمال يا جماعة. اول حاجة الكشف عن الافكار اللي جاية من معتقداتنا الاساسية، اني ابدا كده اكون شايفة الافكار السلبيه دي قدامي. يعني زي مثلا اتعرضت لموقف معين، الموقف ده ضايقني قوي فكون عندي احساس وحش، هنا هيبقى مهم جدا انك تكتشفي عن الفكره دي، ايه الفكره اللي جاتلك في الموقف ده وليه معتقده ان الموقف ده يضايق، وتبداي واحده واحده تشوفي الحاجات دي قدامك وتغيريها. ودي تدريبات عشان تغير اي معتقدات اتكونت عندنا من واحنا صغيرين، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكشفها ونغيرها. تاني حاجه الافرميشن او التوكيدات الجيدة عن نفسك، يعني انك تقعدي تقولي انا جميلة انا حلوة. الكلام ده الناس ساعات بتقعد تتريق عليه، بس الحقيقة ان دي دراسات وحاجات كتير في علم النفس قالت ان فعلا ده بيفرق، ان انتي تبدأي تقولي كلام ايجابي عن نفسك، وتبدأي ان انتي تبصي لنفسك بعين ايجابية، بدل ما تبصي على حاجات من وجهة نظرك شايفاها عيوب، بصي على حاجات من وجهة نظرك شايفاها هي ايجابيات فيكي. حاجة كمان مهمة قوي ممكن تعمليها وهي fake it until you make it، يعني تظاهري بالحاجة لحد ما تبقى حقيقية. تظاهري قد ايه انت واثقه في نفسك، قد ايه انت مش قلقانه من نظره الناس، قد ايه مش بتشككي في افكار الناس تجاهك، وافضلي فيكي ان انت انسانه شايفه نفسك جميله لحد ما فعلا هتبداي تشوفي نفسك جميله. مش بس كده، حتى لو انت بقى حد واثق في نفسه بس كمان بيحكم على الناس بمعايير معينه في الشكل وفي الجمال، مهم جدا تعرفي الافكار السلبيه دي او الاراء السلبيه دي جايالك منين وتكشفي عنها، لان هتخليكي انسانه مش سويه. مهم جدا ان احنا دايما نشوف نفسنا حلوين ونشوف في بعض كمان الحاجات الحلوه، وابدا ابدا ما نحاولش ان احنا نأذي حد لا في شكله لا في جسمه لا في اي حاجه خلقها ربنا، وكده كده احنا كلنا جمال قوي. فابدأي شوفي نفسك بجد جميل.